السلام عليكم. الفيديو ده مهم قوي لأي حد طالب في كلية طب أو في امتياز أو أي حد عايز يفهم عموما طلب الطب دول ايه التدرج بتاعهم، بيخلصوا في كام سنة وبيعملوا ايه والقصة دي كلها. في البداية انت دخلت كلية طب، ألف مبروك. كلية طب حاليا 5 سنين عشان تاخد درجة البكالوريوس، وفي تدريب إلزامي سنتين اللي هو سنتين الامتياز. الامتياز هو فترة تدريب. الامتياز ده دكتور خلاص هو أخد البكالوريوس، بس عشان ياخد شهادة مزاولة لازم يخلص الامتياز اللي هم سنتين التدريب الإجباري. التدريب ده بيبقى عبارة عن راوندات، اللي هو فترة مثلا معينة، شهر في الباطنة، شهر في الجراحة، شهر في الأطفال، شهر في النساء، شهرين في الطوارئ، وهكذا. بحيث انه الخريج كلية الطب بعد الامتياز والكلية هو بيتخرج بمسمى وظيفي ممارس عام، طبيب عام. طبيب العام ده أول لما يخلص الامتياز اللي هم السنتين هيكون امتحان مزاولة المهنة، اللي هو عشان ياخد بيها الرخصة اللي هو هيزاول بيها المهنة. وبعد ما خلص امتيازه يقدر بينزل له التكليف. حركات التكليف دي طبعا كل حاجة من بعد ما تتخرج من الكلية والامتياز بالتقدير، بمعنى التفاضل ما بين الناس بالتقدير. يعني دلوقتي احنا هنقدم على التكليف كلنا من كل الجامعات في مصر، وبالتالي بيفضلوا ما بين الناس ازاي ده يروح هنا وده يروح هنا عن طريق التقدير. انت بتقدم رغبات بتاعتك، واللي جاب اكتر بيروح للرغبة الاولى، وهكذا لحد ما الناس كلها تروح في الاماكن المختلفة. طبيب التكليف ده اللي هو طبيب مسمى الوظيفي طبيب عام، ايه وظيفته؟ بيعمل ايه؟ بكل بساطة الدكتور ده بيبقى في وحدة صحية، غالبا مكان برايمري هيلث كير. بيجيله حالات سيمبل في كل التخصصات، طفل مثلا سخن شوية، حد عنده نزلة معوية، الحاجات الايه السيمبل في كل التخصصات. المفروض ان هو بيتعامل معاها بكل بساطة عادي. لو في حالة ادفانسد او حالة صعبة او حالة فيها مشاكل مضاعفات بيبعتها على المستشفى، لانه محتاج اخصائي بقى في تخصص معين. اهم ركيزه في اي نظام صحي في العالم كله هو طبيب العام ده، لانه هو اللي بيقلل الضغط على المستشفيات، وبيقلل الضغط على الاشعه والتحاليل وحاجات كتير قوي، وبيقلل الاستهلاك المادي للموارد الطبيه. لان احنا لو كل عيان جاء عايز يعمل اشعه مقطعيه، عايز يعمل يطمن، ده هيبقى غلط جدا، خصوصا ان كل حاجه عندنا ليها مضاعفات ولها مشاكل. وبالتالي طبيب العام ده هو اول خط دفاع، بيقابل العيان ويقيم حالته، وبناء عليه يحدد هل هو محتاج علاج، هل محتاج اشعه، هل محتاج يتنقل لاخصائي ولا لا. طيب في بعض المهام التانية لطبيب التكليف في الوحدات الصحية. هو بيقدم خدمة التطعيمات مع التيم اللي معاك، سواء تمريض أو مراقب صحي وخلافه. كمان طبيب التكليف في معظم الأماكن بيبقى مسؤول على الحالات الوفاة. لو حصل حالات وفاة بيقيمها ويشوف المريض هل حالة وفاة طبيعية ولا حالة وفاة فيها شبهة جنائية، ويبلغ النيابة أو الهيئات المختصة. كمان صرف الادويه الامراض المزمنه، بيجي لك المرضى ممكن انت تصرف لهم الادويه زي الضغط والسكر والحاجات دي. مده التكليف الطبيعيه سنتين، بس بعد سنه ممكن تقدم على نيابات. وفي بعض التخصصات اسمها تخصصات ملحه، يعني هم محتاجينك دلوقتي، التخصص ده فيه عجز، وبالتالي لو انت لسه مستلم التكليف النهارده ممكن تقدم وتبدا نيابه على طول. ايه مفهوم النيابه بقى؟ النيابه ده بكل بساطه كده هو الفتره اللي انت بتتدرب فيها في التخصص بتاعك. وليكن انت خلصت فتره التكليف بتاعتك طبيعي خالص، وقدمت على نيابه مثلا بطنه او قلب او اي حاجه. بتبدا وظيفه نايب او طبيب مقيم، اللي فيها انت بتحضر عدد ايام كتير، بتحضر نبطشيات عشان تتعلم التخصص ده تحت اشراف اخصائيين واستشاريين في التخصص ده. وبالتزامن ده بتكون مسجل في الماجستير عشان تاخد درجة علمية تأهلك ان انت اخصائي مع درجة التدريب. يعني فترة النيابة لوحدها ما تكفيش ان انت تبقى اخصائي، لا، فترة النيابة مع درجة علمية اللي هي يا اما زمالة يا اما يا اما ماجستير. فترة النيابة دي في الصحة 5 سنين، تمام؟ طيب في الجامعة 3 سنين. بس مجرد ما خلصت النيابه بتاعتك وخلصت الدرجه العلميه بتاعتك سواء ماجستير او زماله، انت كده بقيت اخصائي، تقدر تمارس، تفتح عياده، تقدر تعمل تمارس التخصص قانونيا، مفيش فيه اي مشكله. اللي انا قلته ده البصوي في مصر، واللي انا قلته ده مفيش حد يقدر، يعني مفيش حد مثلا يقدر ما ياخدش امتياز.
التكليف زي ما احنا قلنا بعض التخصصات الملحة ممكن تبدأ نيابتك فيها على طول فتبقى سريع شوية. نيابة الجامعة 3 سنين، نيابة الصحة 5 سنين. الحاجات الأساسية عند الناس كلها هي سنين الكلية والامتياز والتكليف بدايته. ممكن التكليف ده يبقى 6 شهور، يبقى سنة، يبقى سنتين، على حسب ليك نيابة جامعة ولا مالكش نيابة جامعة. ليك نيابة ملحة، تخصص محتاجين ملح ولا تخصص عادي، وهكذا. يبقى ده الطريق. لازم تكون فاهم الكلام ده كويس، ما تبقاش متخيل. يعني بزعل قوي لما الاقي طالب مثلا في كليه الطب ومتخيل ان هو خلص الكليه وخلاص هيروح يفتح عياده. الكلام ده مش منطقي، ومفروض ده الناس العامه ما تعرفوش. واحنا ده فايده التوعيه، ان الناس تبقى عارفه الطريق، مش مجرد ان انا عايز ابقى دكتور وخلاص. مفيش حاجه اسمها اللي فتح عياده بعد ما اتخرج، ده غير قانوني. وده يعني برضو فلوسه فيها شبهه، لانه غير مؤهل ان هو دلوقتي يفتح العياده دي، ما خدش درجه وظيفيه ان هو متخصص في التخصص ده. هو طبيب عام، طبيب عام ده ما يفتحش عياده، ممكن يشتغل جنرال براكتيشنر زي ما احنا قلنا مسميات الطبيب العام ووظيفته، لكن ما يشتغلش دكتور قلب، ما يشتغلش دكتور جهاز هضمي، لا هو ما خدش التخصص ده. يعني لو الفيديو ده استفدت منه اعملوا شير عشان يوصل لناس اكتر وناس تفهم الباسواي. في ناس كتير عايزه تدخل طب، بس الطب محتاج ان انت تكون بتحبه وفاهم الباسواي وفاهم انت هتعمل ايه. ده الباسواي السهل خالص. خد بالك في حاجات تانية بقى، في بقى السفر، اللي عايز يروح امريكا، اللي عايز يروح بريطانيا، اللي عايز يروح الخليج، حاجات كتير قوي. وبرضه في نقطة مهمة، انت بتبدأ حياتك العلمية والعملية بعد التخرج اصلا. يعني ال7 سنين بتوع الكلية والامتياز دول بنسميهم كده محو أمية طبية. الشخص العادي خالص ما عندوش معلومات طبية خالص، فانت بتحاول تمحي الحاجات الغلط اللي انت عارفها وهكذا. لكن بتبدأ اوريدي بجد كشغل وكمعلومات اكتر بعد التخرج. طبعا المعلومات في الكلية مهمة جدا والتقدير مهم جدا، لكن الشغل العملي مهم برضو بنفس ذات الأهمية اللي في الكلية. محدش يعتمد على الكلية بس، مش حاجة اسمها انا جبت تقدير فخلاص انا كده طريقي وردي، لا. بنشوف كتير دكاترة كتير جدا في الجامعة ومستواهم العلمي مش كويس، واخد درجة علمية ماستر أو مدرس مساعد أو حتى دكتوراه، لكنه ككلينيشن كدكتور مش كويس. هو ما عندوش الموهبة دي، واعتمد فقط على إن هو ماشي في بصوي سهل اللي هو متاح قدامي. هو مش سهل طبعا، لكنه ما بذلش أكبر مجهود عنده. بالتوفيق إن شاء الله. وأي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنتات. السلام عليكم.